السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجة كنعتذر بزاف على التأخير لظروف خاصة. اليوم غادي نشارك معكم حلويات اللوز. غنعملوا عقدة اللوز نعدلوا بها 3 ديال الشكيلات والطرون ديال الشوكولا الاسود اللي كيجي رائع كما كتشوفوا راقي الشكل. كنتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك والتعليقات اللي كتشجعني. بسم الله نبداو على بركة الله. اول حاجه عندي هنا كيلو د اللوز اللي نقيته وخليته حتى ينشف مزيان كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للوز انا كنعملو في واحد البول وكنكب عليه الماء غالي وكنغطيه نخليه واحد قسمين مكانه 4 ساعات، عاد كنقشرو نغسلو ونخليه ينشف. هنا طحنتو الطحنه الاولى كيلو د اللوز عملت له 400 غرام د السكر. كما كتعرفوا الناس اللي متبعيني دائما كنقص من السكر، انا بعود 500 كنعمل 400 غرام د السكر. كنخلط داك السكر وكنعاود نطحنو مزيان على حسب الماركه ديال الماكينه اللي عندك حتى كنحصلو على واحد العقده ديال اللوز كما كتشاهدوا معايا على هذا الشكل هذا. هنا عجنتها بالماء زهر كما شفتوا معايا وحتى حصلت على عقده اللوز كما كتشاهدوا كتجي رائعه بزاف. نقدروا نستعملوها في اي حلويات اللوز ديالنا. شبرت هذاك الحربو الكبير ديال عقده اللوز كما كتشاهدوا وعادي نقسمو على 3 كما كتشاهدوا معايا. قسمتهم على 3 غادي نلوه في البلاستيك الغذائي وعاد كنخلط عقده بعقده. بالنسبه لهاد العقده الاولى درت عليه واحد الكميه ديال البينيونيز، كيبقى الاختيار ديالك، شويه ديال الفواكه المخلطه اللي كتكون حمراء خضراء وصفراء. سبق لي عدت معكم هاد الحلوى كنت عملت لها الكركاع. هنايا عملت لها بينيونيز وهاد الفواكه هذه اللي كتكون مخلطه بالالوان. عادي نخلطها مزيان وغنضيف لها الفص ديال البيضه، ما عملتوش كامل. من بعد غنضيف اللي بقى. دائما كنخلطو شويه بشويه. العقده كما كتشوفوا عندي واحد الكميه صغيره اللي هي كيلو ديال اللوز قسمته على 3 كما كتشوفوا معايا. عملت واحد الفص ديال البيضه كيبقى حسب الكميه ديال اللوز اللي عندك حتى كنحصلوا عليها هذا التشكيل هذا. علوها بلاستيك الغذائي ونخليها جانبا وغادي نجوزو نهزو العقده الثانيه. بالنسبه لهاد العقده هذه ديال كعب غزال مثل الماء الزهر قرفه والمسكه الحره. هنايا كنت نسيتها انا، من بعد غد زيدتها طحنتها بوحديتها اني هرستها هدا بوحدها عاد زيدتها مسكه الحره القرفه والمزهر. غنخلطوه مزيان نعلكوه مزيان حتى يدخل داك القرفه وداك الماء الزهر وداك المسكه الحره ونخليوه نلويوه نخليوه جانبا. انا هنا حتى ساليت العقدات كاملين عاد بديت كنعدل في الحلوى. بالنسبه للشكل الثالث هاد التشكيل هذا سبق لي عملته معكم، كنت عملت في العقده ديال اللوز طريفات ديال حب مملوك. هنايا عملت زرز اللوز يعني البندق، قطعت طريفات صغار زدت عليها شويه الماء زهر وعاد نخلط مزيان نلوي العقده ديالي ونخليها جانبا. هنايا كما كتشاهدوا 3 عقده ديال اللوز 3 تشكيلات ديال الحلوى وغادي نقولوا نبداو نشكلوا الحلوى ديالنا. هنا هزيت هذيك العقده الاولانيه اللي فيها هذيك زرز اللوز وغادي نعمل الكويرات ديالي. هنايا اللي عملت لها 20 غرام بين 19 و 20 غرام. غنعملو في واحد البلاطو نغطيهم بلاستيك الغذائي. دائما نخليو العقده ديالنا مغطيه بلاستيك الغذائي باش ما كتنشفش معنا. غنعدل ديك الكويرات ديال الزرز اللوز. صراحه هاد الحلوى هذه بالعطا ديالها بك الطريفه ديال الزرز اللوز كتجي رائعه بزاف. هنايا عملت الحلابيل ديال كعب غزال، هذه ديال زرز اللوز كما كتشاهدوا معايا. وهنايا غادي ندوزو هذيك العقده اللي فيها الفواكه مخلطه. بالنسبه لعجينه كعب الغزال كانت عندي معدله من قبل. الفيديو ديال كعب الغزال اللي بغيت تشوفوه بالتفصيل غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنايا كنطلق العجين ديال كعب الغزال ملي كتكون عندي واحد الكميه صغيره الصراحه ما كنستعملش الماكينه. كنقطع واحد القطع يكون دائري كما كتشاهدوا معايا، ومن الاحسن ما نقطعوش القطع يكون كبير بزاف باش ملي كنجمعوا العجين نتوما تشاهدوا معايا في الفيديو ان شاء الله ما يبقاش العجين بزاف. دائما تشاهدوا معايا هنا هذيك الدائره ديال العجين
كتكون صغيره شويه ملي كنجمعوها، ولكن نتينا كتجمعها بيدك وكتغطينا داك العقده مزيان، هي باش ما كتجيش الحلوه ديالنا فيها العجين بزاف في القاع ديالها، يعني في الحلوه ديالنا في القاع ديالها في العطه ديالها ما كتجيش فيها العجين بزاف. كما كتشاهدوا انا نعمل العقده ديال اللوز وكنجمع الاطراف. ديك الجميع ديال العجين ملي كيتكمش بعضياتو هذاك به كنلاقيو مزيان. الا عملنا العجين بزاف فكيبقى لنا تماك العجين بزاف، يعني عملتي الدائره كبيره كيبقى لك العجين بزاف وكتجي قاعد الحلوى معمره بالعجين في العطه ديالها كتجي خايبه. نحاولوا ما امكن ما نقطعوش الدائره كبيره بزاف حيت نشدوها مزيان، ما نخليوش عقده اللوز تظهر، نشدوها مزيان وفي نفس الوقت ما كتجيش العجينه فيها بزاف، كتجي العطه ديالها معوطه كما من فوق كما من تحت. لكن الا عملتي الدائره كبيره راه في الشده ديالها عندها واخا تقطع في العجين تزولو كيبقى لها واحد الموطع تما معمر بالعجين، كتجي العطه ديال الحلوى خايبه. كنتكيو عليها مزيان مزيان كما كتشهدوا معايا هنايا. عاد كنعاود نعوض الحلوى، وهذاك الشد هو اللي كنعملوه في القاع ديال الحلوى. ضروري ضروري من هاد النقطه هذه باش الحلوى ديالنا ما كيجي فيها العجين بزاف. انا كنستعمل هاد المول هذا باش كنشكل الحلوى ديالي كما كتشهدوا معايا، وكتجي مقاده قد بعضياتها. الحلوى عندنا موزونه، العقده اللوز موزونه، المولد يعني به كنشكلوه باش كتجي شكل واحد، وكيبقى التزيين الاختيار ديال كل واحد. انا بعد ما غادي نساليها كما كتشوفوا شبرت هاد اللوازم هادو اللي كنستعملوهم ديال الطرطات والحلويات. كنزيد نضغط في داك الوسط باش كنكبروا شي شويه اللي غنعمروا من الوسط شي شويه. هنايا شبرت هذاك اللقط اللي عوج شي شويه، يعني ماشي نيشان بحال الكعب، هذا لقط اخر ماشي ديال الكعب. وكنزيد نزين هذاك حيت الا طيبنا هيدا راه غادي تنفخ وما تبقاش ديك الزواقه الظهر. ضروري نقشوا الحلوى ديالنا وخا نطبعوها الطبع نعاودوا نقشوها باش في نفس الوقت كتقبى من الوجه ديالها. وخصك بحال النقش ديال الكعب، يعني كتضغط عليها حتى كتوصل العقده ديال اللوز كما كتشهدوا معايا. وكيعطيها المنظر. الا خليناها على ديك الزواقه ديال المولدي وديك القطع راه ملي عاد طيبه غتنفخ لك وما تبقاش واخا تقبى، يعني ما يبقاش الشكل ديالها منقوش. نعاودوا نقشوها هذا شويه. وكما شفتوا معايا كبرت هذاك الوسط داك الحفيره اللي غادي نعمرها. وطبعا غنشفوها بحال الحلوى ديال كعب الغزال، غتنشف بحال كعب الغزال عفوا. تتنشف مزيان مزيان وغادي نتقبى من الجوانب ومن القاع ديالها كما كتشهدوا هنا معايا. صافي نشفات الحلوى. كعب الغزال حتى هو نشف. كنت عدلته ما صورتوش مطولش معكم فيديو، عندي الفيديو ديال كعب الغزال غنخلي لكم في صندوق الوصف. هنايا خليتهم جانبا هذيك الحلوى ديال جز اللوز والكعب الغزال خليتهم جانبا حتى ينشفوا مزيان مزيان. ونجوزو نعدلو العقده الثالثه. كندهنوا سطح العمل كما شفتوا معايا في الفيديو. كندهن سطح العمل دائما بماء الزهر. ملي كنشوف العجين كيلصق لي في يدي كنعمل ماء الزهر. غادي نعدل هنايا الحربول ديال هاد العقده هذه. كتشوفوا الا شفتوا معكم العقده كتلصق معكم في سطح العمل دائما دهنوا ماء الزهر. هنا حتى كنعدلوا الحربول على قياس اللي بغينا. كنبقاو نقدو فيه حتى نحصلوا على القياس اللي بغينا. هنا عدلت جوج كما كتشهدوا معايا. هاد الحلوى هذه سبق لي كما قلت لكم عملتها معكم باللوز ايفيلي، وهذه عملتها باللوز كونكاسي، ولكن التعميره من الداخل كان فيها عندي الكركاع. هذه عملتها بينيونيس. كنشبر هنايا بياض البيض اللي كنخفقوه مزيان مزيان ما يبقاوش داك الخيوط ديالو، وكندهنوها بياض البيض. كنشبروا اللوز كونكاسي طريقه جد واضحه في الفيديو. وكنكملوا الحربول ديالنا كما كتشهدوا. والجهه اللي ماشي مدهونه كنقلبها ونزيد ندهن بياض البيض ونعاود اللوز كونكاسي حتى نغطيها مزيان مزيان بهذاك اللوز. تشوفوا الحشوه ديالكم يعني العقده ديالكم مغطيه مزيان باللوز كونكاسي. اللي بغات تعملوا اللوز ايفيلي كتعملوا باللوز ايفيلي.
انا كاع عندنا اللوز كونكاسي، عملت اللوز كونكاسي. شنو هذا؟ دغيا كيلصق، ماشي بحال الافيلي كيعصب شي شويه، هذا دغيا كيلصق. كتشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي. وبنفس الطريقه كندهنوا بياض البيض، نكبوا اللوز ونقلبوا من جهه اخرى حتى نغطيوها مزيان مزيان بجوج جهات باللوز. نغطيوها مزيان، ندوزو نقطعوا الحلوى ديالنا. هنا كنشبروا واحد السكين يكون حاد، يعني ماضي مزيان، باش هذا في التقطيعه ديالنا الا كان فيها الفروتوس يعني الفواكه الجافه، الكركاع او البينيونيس، كتعطينا التقطيعه. كنعملوا القياس اللي بغينا. ديك الوحده الاولانيه كنقطعوها بها، كنشبروا العبر باش يجيو مقادين، كنقطعوهم. وكتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي بديك الالوان ديال الفروطه اللي مخلطه، وبداك التقطيع ديال البينيون كيجي المنظر ديالها رائع بزاف. كنقطعوهم كاملين ونعملوهم في الفران يطيبوا على نار مهيه. عيد ذهب داك اللوز كما شفتوا، ما فيها حتى شي حاجه من الداخل، غير اصفر البيض. غير بدا يذهبنا داك اللوز وكنجبدوها من الفران مباشره سخونه، كندهنوها بالنباج. انا زينتها هنايا بالورد، كيبقى الاختيار على حسب كل واحد. هنايا بعد ما نشفت الحلوى معنا مزيان كما كتشدو، تقبطها من الوسط ومن القاع ديالها وحتى الجناب باش ما تنفخليش، كنبقى مأكده منها ما عاد تنفخليش. وبالنسبه لكعب غزال، عملت هذيك اللاطه ديال الحلوى ديال اللي فيها الظريفه ديال الزلوز، هي الاولانيه. على بيد من دهنت هاد كعب غزال بالزبده نوازيط، دهنتها بالزبده نوازيط. سبق لي غنخلي لكم، عاود ناكد عليكم، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كعب غزال كندهنو بالزبده نوازيط شي شويه، عاد كنعمل يطيب كندهنها كامله، كعبه كامله القاع ديالها موجهه، كندهنها كامله بالزبده نوازيط، عاد نعملو يطيب في الفران. والطياب ديال كعب غزال او اي حلوى هذا الشكل، هذا العجينه اللي كتكون هايده بحال ديال كعب غزال، نطيبوها على نار مهيله 170 180 درجه، مفوتوش 180. الا كان فران سخون عيب 170 درجه باش كيجينا اللوين ديالها غير هذا الشكل هذا. صافي هنا بعد ما طابت جبدتها، خليت الفران باقي سخون، وغادي ندهنها بياض البيض مع مغرفه ديال ماء الزهر، مغرفه السكر كلاصي. غادي ندهن غير الوجه ديالها وهذاك الطها ديالها، قاعد الحلوى ما نحاديوهاش. وعملتها في الفران ديك الساعه، طفيت الفران وخليتها تنشف في الفران حتى ينشف مزيان باش كتجينا الكعبه ديالنا بهذاك البريو. هنا قلت الحلوى هذه كما شفتوا معايا كتبقى سخونه، دهنتها بالنباج مع شويه ديال الجليكوز، وكنعمل شويه ديال الفواكه اللي هي مخلطه. هذيك الفواكه كتكون حمراء وخضراء وصفراء في الوسط، وعاد كنزيد 3 ديال النصص ديال رز اللوز او البندق، كيجي المنظر ديالها راقي بزاف كما كتشهدوا معايا. هنايا بغيتي تعمل هذيك الفواكه تخلي غير ديك الفواكه بوحديتها حتى هي كتجي مزيونه غير بداك الفواكه. بغيتي هاد الطريقه هذه تزيد حتى رز اللوز كيعطيها واحد المنظر كما كتشهدوا. بغيتي تخليوها هيدا، بغيتي تزيدوا لا هذيك زرزلوز او البندق، كنعملو شويه ديال النباج اللي مخلط عندي مع شويه الجليكوز، وكنزيد حتى هو نعملو واحد اللمعه، كيجي شكل ديالها راقي هيدا. ملي كنعمل داك الزلول الماحس ما خليوه هيداك مضبب، يعني حتى هو نعطيوه واحد شويه ديال الماء. كتشوفوا الشكل ديالها واخا بيكل الفواكه كتجي مزيونه بزاف. دهنوها مزيان وتكون باقا سخونه، ندهنوها بالنقاش باش ملي كتبرد كيبس فيها داك النقاش. كتشوفوا الشكل تبارك الله ما شاء الله تحفه. وفي الماكله ديالها كتجي غزاله، كتشوفوا القاع ديالها يعني ما فيهاش العجين تماما. هادو هما الكعيبات ديالنا، كتشوفوا تبارك الله بعد ما نشفوا بداك بياض البيض كيجي فيهم واحد اللمعه، كيجي الشكل ديالهم راقي. هنايا غادي ندوزو الطرون، حلوه ديال الطرون بالشوكولاط كحل. عندي هنايا 200 غرام ديال اللوز، بودره اللوز اللي حمرتها، زدت عليها 100 غرام البسكويت طحنته، بودره اللوز حمرتها، والبسكويت طحنته، يعني القياس ديال بودره اللوز النص ديالها ديال البسكويت. غنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. وغنضيف هنايا الشوكولا. هنايا الطوطال عندي 300 ديال الغرام، عملت 600 غرام الشوكولا. بالنسبه الشوكولاط اللي استعملت هو ديال ميركادونا، شوكولاتي كولاتشي، ماشي الكحل ديال 50 او 70%. عملت شوكولاتي كولاتشي وزدت معاه حتى الشوكولاط بيض باش كيجي المذاق ديال اللون ديالها كيجي ديال الشوكولاط كحل، ولكن المذاق كيجي مخلط داك الشوكولاط بيض معاه، كيجي رائع بزاف في الحلوى ديال الطرون.
انا ما كنستعملش في حلوى الطرون الشوكولات ديال اللي كيبيع الجزار اولا، كنستعمل الشوكولات اللي مزيان باش العطه ديال الطرون كتجي غزاله. وما كنستعملش الزيت تماما. علاش؟ حيت الحلوى ديال الطرون اللي عملتي لها الزيت كنصيحه ملي كتعطل كتعمل واحد المذاق خايب. الا بغيت تعمل حلوى مزيانه سواء ليك سواء كليانات، دائما الشوكولات بوحديتو، ما تستعملش الشوكولات تكون نوعيه جيده، ما تكونش ديك النوعيه اللي كيكون فيها واحد المذاق خايب. بالنسبه للشوكولات اللي كنستعمل انا هو هذا، وحتى في الغناش ديال الطورطات كنستعمل هذاك. هنا الا كان الحل سخون مزيان، كان الحل بارد نعملو بانيو ماريا او حمام ماريا تحت هذيك التخليطه اللي عندنا ديال الطرون. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا شبرت هنايا بيستاج، طريفه ديال البيستاج الخضر. هنا كيبقى الاختيار ديال كل واحد، يمكن تعمر هادوك وتجبدهم عاد تزين تعمل خطوط ديال الشوكولا وتزين. انا كنفضل هاد الطريقه هذه، كتجيني سهله وحتى في المنظر ديالها كتجي مبدله. يعني الطريفه ديال البيستاج، اما الطريفات هادو ديال الميرينغي ديال الكوكو كما كتشهدوا معايا. المهم كنفضل هنا نعمل الوان باش كيجيو في الحلوى، يعني الوان اللي غادي يواتيو بعضياتهم باش كيجيو راقيين في المنظر ديالها. هادو هما كوبوز ديال الكوكو، الميرينغي الكوكو. كنعمل طريفات من هادوك، طريفات من بيستاج، عملت طريفات ديال عقيق احمر، ماشي العقيق بحال حجيرات حمر. كيبقى التزيين على حسب الاختيار ديال كل واحد. هما هاد العقيقات هادو في الحميمر. حتى كنعمر هادوك المولدي، عاد كنبدا نعمر في الخليط ديالنا ديال الطران. كتجيني الطريقه احسن، وحتى الشكل ديالهم كيعجبني احسن. ولا بغيتي تعمر مباشره، ملي كتجبدهم عاد كتعمل خطوط في الجنب وكتعمل زواق باش ما بغيتي نتيا. كيبقى الاختيار ديال كل واحد. كنعمروا المولدي حتى نعمروه كامل، عاد نقدوهم، ما خصناش نحركوا المولدي هما فيه ديك العقيق وديك التزيين، حيت الا حركنا المولدي ماشي يتخسر داكشي من داخل. غنعمر الحشوه ديالي مزيان ديال الطرون. ملي غادي نعمر الحشوه غادي نهز المولدي وبقى نعمل بعض الضربات على سطح العمل باش يعوض الشكل ديالو حتى نعمرو المولدي كامل. وغادي نستمروا. هنا الا شفتي وحده ناقصه نزيد لها، ونستمروا حتى نساليو الحلوه ديالنا كامله. كتجي المذاق ديالها غزال بزاف. صدقوني الحلوه ديال الطرون ما تعملولاش الزيت ابيض، راه كيفزت الحلوه ديال الطرون. الحلوه ديال الطرون بالزيت ابيض مع اللي بلا زيت راه واحد المذاق مبدل بزاف، ماشي غير شويه. هنايا بعد ما نشفو يعني عملتو في النبيره خليتهم حتى قصحوا مزيان. كيبقى بغيتي تخليهم هيداك، بغيتي تعملو في كويغطات، بغيتي تعملو في هاد المولديس هادو، كيبقى الاختيار ديال كل واحد. انا نعملو في ديك كريطنات الزيتوين كما كتشوفوا معايا. كيجي الشكل ديالو مراقي، كتشوفوا ديك التزيين كيجي غزال بزاف. المنظر ديالو كيجي مخرب، كيجي غزال بزاف المنظر ديالو. ودائما باش نثبتوا الحلوه ديالنا سواء الا كنت تملى حتى كويغطات تثبتوها بشويه ديال الشوكولا او الجليكوز. وبالنسبه للحلوى اي حلوه الشوكولا انا كنجي ملها كويغطا كنعمل لها شويه ديال الشوكولات باش الحلوه ديالنا ملي خابعوها في طابور عملتي هكا خان كليان ديالك ما كتخسرش، ما كتبقاش تزول الحلوه في جهه والكاغيط في جهه. دائما تثبتوهم بشويه ديال الشوكولا او الجليكوز. انا هنا كانت الشوكولا تقاده لي مذوب ولصقت غير بالجليكوز، حتى بالجليكوز كتلصق. هذا هو فيديو ديالنا اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسونيش بالتعليقات ديالكم اللي كتشجعني. كنعتذر من جديد على التاخير لظروف خاصه. بارطاجي فيديو مع الحباب والاصدقاء ونشارك معكم ان شاء الله الجديد. تلقاو فيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله.